السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا طالعة اتكلم عن الشخص ابو وشين، اللي في الوش مراية وفي القفا سلاية. يعني ايه؟ يعني الشخص اللي يجي قدام منك يمجد فيك ويطلعك السما السبعة ويحسسك ان انت ملك، ومن وراك ينزلك سبع ارض ويقول ما ليس فيك. الشخص ده يتقال عليه ايه؟ انا مش عارفة اسوأ الالفاظ. مش والله ما توفيه حقه. البني آدم اللي يبقى قدام الناس بكلام ومن وراهم بكلام، ده منان. من نم لك نم عليك. اللي يجيب لك كلام ويحسسك ان انت احسن الناس كلها ويوقعك في الناس، ماشي، زي ما جاب لك كلام خد منك كلمة وخلاها كلام وراح نقله. يعني وقع الدنيا ببعضها. يعني بني آدم عامل زي بمبا اللتاتة، يقعد هنا يقول، يقعد هنا يقول، ويوقع الناس في بعضها. اللي يحسسك ان انت بلا اخطاء خاف منه، لان هو ربنا خلقنا كده، بنخطئ ونصيب. اللي يقعد معاك ويحسسك ان انت بلا اخطاء وبلا عيوب خاف منه، صدقوني. اللي يحسسك ان انت مفيش زيك اتنين خاف منه، لانه من وراك هيقول اسوأ ما فيك. الا اذا تكون انت حاسس ان انت من جواك كويس وبتعمل خير وما بتنطقش الا الخير وما بتعملش الا اللي يرضي ربنا سبحانه وتعالى. لو حد قال لك كلمة حلوة صدقها لو انت بتعمل كده، بس برضو خد حذرك. خد حذرك واعمل حساب ان في ناس نفوسها مريضة. النهاردة بيجوا في وشك ويتكلموا احسن الكلام، ومن وراك بيتكلموا اسوأ كلام عليك. ليه؟ مش عارفة. انت هتكسب ايه يا اللي بوشين؟ كسبان ايه؟ والله ما كسبان حاجة. والله ما كسبان حاجة. سيئات واخدها على قلبك قد كده. يعني انت لما النهاردة توقع الناس في بعضها، انت كسبان ايه؟ في ناس بتفرح للمصايب، خلي بالكم. في ناس بتفرح لما توقع الدنيا ببعضها وتشوف الناس بتتخانق مع بعض، بيفرحوا بينبسطوا. مفيش حد بيهدي الدنيا. قليل لما نلاقي حد بيهدي الدنيا. وبرجع وبقولها تاني، النبي صلى الله عليه وسلم حلل الكذب في إصلاح ذات البين. لكن احنا بسم الله ما شاء الله يعني صادقين في إصلاح ذات البين. يعني لو واحد زعلان من واحد وقال في كلمتين في حقه وحشين، بياخدهم ويروح مزود عليهم قلاقيل كده، ويروح قايلها للطرف التاني عشان يولع الدنيا، عشان ينفخ في النار. وشغالين كدابين في كل حاجة إلا دي. ليه؟ عشان نوقع الدنيا ببعضها. ولما تحصل مواجهة تقول له مش انت قلت كذا كذا كذا. حتى لو قال، اكذب وقول ان ده بيقول عليك كلمة طيبة وده بيقول عليك كلمة طيبة عشان تقرب الدنيا بينهم. ده انت ما شاء الله عليك، الساحة كلها كذب. إلا من رحم ربي. يا جماعة احنا عايزين نبقى أخلاقنا حلوة شوية، ما نوقعش الدنيا ببعضها. ما نبقاش قدام الناس بكلام ومن وراهم بكلام. لا، لما تلاقي حد غلطان قول له في وشه انت غلطان في كذا كذا كذا. ما تجيش قدام منه تحسسه ان هو ما بيغلطش ومن وراه تقول لا هو غلط، لا هو أذنب، لا هو عمل كذا كذا كذا. لا، الموضوع مش كده خالص. تمام؟ يعني انا بتكلم في نقطة، ان الناس اللي هي بتتعامل بالاسلوب ده، ايه مكسبهم؟ ايه مكسبهم؟ يعني ده المثل بيقول لك يا بختي من بكاني وبكى عليا، ولا ضحكني وضحك الناس عليا. يعني انت لما تلاقي بني ادم يقول لك لا انت غلطت في كذا كذا كذا، ادرس الكلام في دماغك واعرف ان هو عايز مصلحتك. ما تبقاش ماشي ورا اللي يمجد فيك، اعرف انه من وراك مظبطك. تمام؟ فيا جماعة سهلة قوي ان احنا نرجع لاخلاقنا، سهلة قوي. لكن احنا يعني مش عارفة احنا مصعبين الامور علينا ليه. يا اللي بتوقع الدنيا ببعضها، والله ربنا غضبان عليك. تمام؟ انا كل شوية يعني برضو في حاجة عايزة انوه عليها. انا ضيقت النقاب علشان خاطر الناس اللي بتتكلم والكلام. انا مش شايفة. يعني انا بتكلم في الفيديو انا مش شايفة.
ومع ذلك يا رب ارضي الناس، وانا عارفه ان انا مش هرضي الناس. واي حد بيعلق تعليق يزعل بلاش منه يا جماعه، اتقوا الله شويه، اتقوا الله في ام ندى. ام ندى ما بتعملش حاجه وحشه في حد. تمام. وعايزه اللي يسمع الفيديوهات بتاعتي يشيرها، يعمل لها مشاركه ويعمل لايك وتعليق حلو. وربنا يجازيكم خير، وكل سنه وانتم طيبين، وربنا يبعد عننا الناس اللي بوشين. وسلام عليكم.